أحلى باشمهندسين من قناة سينتكس لاب. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض 5 أسئلة من الأسئلة المقالي اللي جت في الامتحان بتاع السنة دي. إن شاء الله هنحلهم وهنفهمهم بإذن الله. وبس يلا ندخل في الشرح على طول. أول سؤال معانا بيقول لك what is the output from the following code. هو عايز الاوتبوت اللي هيخرج من الكود. طيب تعالى نمسك الكود واحدة واحدة شوف هو بيقول ايه. هو في الأول عامل لي variable int c بيساوي 0، بعد كده عامل لي for loop. الاي بدأ من 2 ويفضل شغال طول ما الاي اصغر من او تساوي 10، والاي كل مرة بيجمع عليها 2، وفي كل لفة السي اللي هي اللي فوق دي هيجمع عليها 1. وبعد ما يخلص خالص هيكتب سي بتساوي ويجمع عليها القيمة بتاعة السي النهائية. هنا اللعب كله واللي لخبط كتير من الطلبة هو انه افتكر ان السيستم دوت اوت برنت لين دي هو اتعامل معاها على اساس انها جوه الفور، فكتب سي بتساوي 1، بعد كده سي بتساوي 2 وهكذا لغاية سي بتساوي 5. لا، هو هنا كاتب السيستم دوت اوت برنت لين بعد ما الفور تخلص. فتعالى نحل مع بعض. اول مرة الاي هتبقى ب2 فالشرط ده هيتحقق، بس سي هتزيد 1، فهنا كده سي هتبقى ب1. بعد كده هتزيد ب2 تبقى دي ب4، السي هتزيد 1 لان ال4 متحققة في الشرط، فهتبقى السي ب2. بعد كده الاي هتزيد 2 هتبقى دي كده بكام؟ ب6، تبقى الاي ب6، والسي هتزيد 1 هتبقى السي ب3. بعد كده الاي هتبقى ب8. تعالى نمسح ده كده كله. قلنا السي ب3 والاي هتبقى ب8، السي هتزيد 1 تبقى بكام؟ هتبقى ب4. بعد كده اخر مرة الاي هتبقى ب10، وال10 على فكرة بتحقق الشرط لان اصغر من او يساوي 10. بعد كده هتزود السي 1 هتبقى بسي ب5 وبس، لان الاي هتزيد 2 هتبقى ب12، وال12 مش بتحقق الشرط فهيطلع بره الفور لوب. بعد ما طلع بره الفور هيطبع سي بتساوي زائد السي اللي هي الناتج النهائي اللي هو ال5. برضو تعالى نجربها على الفيجوال ستوديو عشان أكد لك كلامي. هنكتب انت سي بيساوي 0 وهنعمل فور لوب. فور دي انت اي هتبدأ من 2 وهتفضل شغالة طول ما الاي دي اصغر من او تساوي 10، والاي كل مرة هنزود عليها 2. وجوه الفور في كل لفة السي دي هتبقى بلس بلس يعني بتزيد 1. وبعد ما تخلص الفور تطبع سي اوت او سيستم دوت اوت برنت لين، وهتطبع السي، خد بالك ان هنا دي عمليه دمج مش جمع، بلس السي العاديه اللي هي السي الناتج النهائي. تعالى نعمل رقم، ادي سي بتساوي 5، ده الناتج بتاع الكومبايل. وبس ده كان اول سؤال. تاني سؤال معانا هو سؤال بسيط جدا، فكرته بسيطة جدا. بيقول لك complete the following code the give the following output، مديك 0 3 6 9. يا باشا انت بالنظر كده شايف انها بتزيد 3. طيب تعال ننزل تحت. هو الارقام المطبوعة دي ارقام ايه اصلا؟ لو جيت هنا هتلاقي انها ارقام الاي اللي بتطبع، بيطبع مسافة بعد كده الاي بعد كده الفاصلة. هو هنا بيقول لك عايز يكتب كود. طيب تعال ناخد الكود من اوله خالص. الاي ب0، بعد كده الهوايل دي هتفضل شغاله طول ما الاي دي اصغر من 10، والسيستم دوت اوت برنت لين دي هيطبع المسافه بعد كده الاي بعد كده الفاصله. طيب لو انت خدت بالك هنا ان الاي مش بتزيد، الكود اللي بيزود الاي مش موجود، فهو ده اللي ناقص. فهتكتب اي بلس ايكوال 3، يبقى انت كده حليت السؤال وهو ده المطلوب بس. وده كان تاني سؤال، وسؤال يعني حقيقي بسيط جدا يعني. تالت سؤال بيقول لك complete the following code to print the definite array. طيب تعالى ناخد برضو الكود من الاول. بيقول لك ان final int limit ب5. final يعني constant يعني ال5 دي مش هتتغير، ومعرف برضو variable تاني اسمه multiply ب10، وعامل array من نوع integer مسميها list. وبيقول لك ان هتشيل الاري دي نفس عدد الليميت، يعني فيها 5 عناصر او 5 values يعني. وبعد كده عامل for index وهتبدأ من 0
هتفضل شغاله طول ما الاندكس دي اصغر من الليميت اللي هي ب5، يعني تشيل الليميت دي وتكتب مكانها 5، ومع كل لفه الاندكس اللي هي دي هتزيد 1. طيب بتعمل ايه يا باشا جوه اللوب؟ بيقول لك الليست الاندكس. طبعا هنا الاندكس دي اللي هي الاندكس بتاع الاري، يعني هنا لو عندي الاري فيها مثلا 1 2 3 وهكذا مثلا، فاندكس 0 اللي هي اول مره دي اللي هي 1. طب لو اندكس 1 لما تزيد يبقى اللي هي ب2 وهكذا، لان دي اندكس 0 زي ما احنا عارفين، دي اندكس 1 ودي اندكس 2، فدي تعتبر قرايه للاري مش اكتر. يعني ليست اندكس بتساوي الاندكس اللي هو الرقم اللي هنا في المالتيبلاي اللي هو فين في 10. هو عايز ايه؟ هو بيقول لك complete the following code to bring the definite array، يعني هو من الاخر عايز يطبع الاري. هنا اللخبطه فين والطلاب اتلخبطوا فين؟ لو خدت بالك هنا الفور مفيش تو براكت بعديها، او الكود ده مش موجود ما بين تو براكت. معناه ايه الكلام ده؟ طيب لو انت فاكر هتعرف على طول طالما مش موجود براكت يبقى تاني سطر بعد الفور هو اللي بيتنفذ، يعني اللي هيتنفذ السطر ده بس. طيب السطر اللي بعديه لا، ده بره الفور خالص. يعني ايه بره الفور؟ يعني اللي هيتكتب ده ملوش علاقه بالفور، خلاص كانك بتكتب، يعني كانك عملت تو براكت وانت السطر اللي انت هتكتبه بره البراكت خالص. طيب هو هنا عايز يطبع الاري، يا اما تعملها الطريقه العاديه اللي هو عاملها هنا واللي هي بالفور اللوب العاديه، يا اما تعملها بالفور ايتش. رحنا على فيجوال ستوديو، تعال نشوف ايه المفروض هنعمله. طبعا انا نقلت الكود بالظبط، تعال نشوف ازاي هتتحل بالفور العاديه والفور ايتش. هو ايه اللي محتاجه؟ ان هو يطبع الاري. طيب تعال نشوف. هو حتى الاي اي كتبها، بس خلينا في الفور العاديه الاول. فور انت اي بيساوي 0، هيبدا من الصفر. الاي هيفضل شغال طول ما الاي اصغر من الليست دوت لينس والاي بلس بلس، وهتطبع ليست اندكس اي. دي اول طريقه ودي المعروفه. هنعمل رن، هتلاقي طبع لك 0 10 20 30 40. ليه طبع لك كده؟ لان ما تنساش ان هو زي ما شرحت كل عنصر في اول فور بيضربها في المالتيبلاي، فكل عنصر هيضربه في 10، تمام؟ فعشان كده طلعت لنا النواتج دي. طيب تعالى نشوف الفور ايتش، نشوف هتتحل بالفور ايتش ازاي. هنعمل فور انت اي وهنقول له نقطتين فوق بعض، واللي انت هتشتغل عليها هي الليست تو براكتس، وهنعمل سي اوت للاي وبس. اعمل رن، تلاقي طلعت لك 0 10 20 30 40 نفس النواتج بتاعه الفور لوب. بس ده كان تالت سؤال. رابع سؤال وحقيقي من الاسئله اللي فيها فكره، في كلام كتير عليه ان في غلط في الكود، لكن تعال نشوف الكود واحده واحده. هو هنا عامل لك فور جواها فور، في الاخر خالص طبع لك مسافه جوه الفور الاولانيه، تمام؟ يعني التو براكت دي طبعا هو طابع السيستم دوت اوت برنت لين ده في الفور الاولانيه. تعال نشوف الكود واحده واحده. هو هنا عامل انستد فور او فور داخليه يعني، فهتلاقي ان الفور البراكت بتاعتها اهي اول فور، وجواها تاني فور اللي هي دي، والفور الخارجيه اللي هي دي اخرها هنا. فهو ده الكود متقسم بالشكل ده. طيب هو عايز ايه؟ what is the result of the following code؟ عايز الاوتبوت بتاع الكود. عامل انت اي بواحد، هيفضل شغال طول ما الاي اصغر من او تساوي 3، وكل لفه الاي هتزيد 1. طيب خلينا نشتغل والاي بواحد. الاسئله اللي على طول جواها فور جواها فور على فاريبل، ما تشتغلش على الاثنين مع بعض. يعني مثلا هنا الاي بواحد صح، خلاص اشتغل في اول حاله اللي هي الاي بتساوي 1، ادخل جوه بقى، هتلاقي الانت جي بيساوي 1 والجي اصغر من او تساوي الاي والجي بلس بلس. بعد كده هيبرنت الاي. طيب هي الاي بواحد صح، والفور دي هتشتغل طول ما الجي دي اصغر من او تساوي الاي. طيب ما هو اول حاله الجي تساوي 1، طيب يبقى برنت اي هيطبع ايه؟ 1. خش تاني في الفور اللي جوه مش اللي بره، يعني لسه خلاص بقى انسى بقى الفور اللي بره دي، خليك في الفور اللي جوه لغايه لما تخلصها. لما تيجي تدخل في الفور التاني اللي جوه هتلاقي ان الجي زادت، فالجي بقت ب2، فخلاص الاتنين دي ولا اصغر من الواحد لان الاي ما اتغيرتش. الجي تاني لفه هنا الجي بقت ب2 والاي لسه بواحد، انا لسه ما طلعتش في الفور اللي فوق عشان ازود الاي، فخلاص الجي ب2 والاي بواحد. وهنا بيقول لك هتشتغل طول ما الجي اصغر من او تساوي الاي. هل هنا الجي اصغر من او تساوي الاي؟ يبقى خلاص، يبقى كده انا هطلع بره الفور اللي جوه دي. اروح فين؟ ارجع للفور اللي فوق، وهفضل شغال كده لغايه لما الشرط بتاع الفور اللي فوق ما يتحققش.
طيب تعالى نكتب الاوتبوت بلون تاني، وهنا فهنا اول اوتبوت طلع لي اللي هو 1، وهيعمل مسافة وهيطبع الاوتبوت الجديد، او هيطبع الرقم الجديد اللي احنا لسه هنشوفه ايه. هيطلع فوق في الفور لوب هتبقى الاي ب2، صح كده؟ هتبقى الاي ب2. انزل تحت، الجي هتبقى بواحد تاني، هترجع لواحد، فأول مرة هتشتغل وهيطبع 2. غير اللون هيطبع 2. طيب كده الجي بواحد اشتغلت. طيب كده هيزود الجي، هيخليها ب2، الجي هتساوي 2. طيب ما الجي بتساوي 2 مش هتشتغل برضو؟ أيوه، ليه؟ لأن الفور هتفضل شغالة طول ما الجي أصغر من أو تساوي الأي. طب ما الجي ب2 والأي ب2، فخلاص هتشتغل، هيطبع 2 من غير مسافة. طبعا من غير مسافة، لأن المسافة دي بتطبع لما يرجع للفور اللي فوق زي المرة اللي جاية. تعالى كده نشوف اللفة اللي جاية. هيكتر على الجي واحد، هيبقى الجي ب3. هل ال3 أصغر من أو تساوي الأي؟ لأ، يبقى هيطلع بره الفور دي، هيرجع تاني للفور اللي فوق. طيب بعد ما يرجع للفور اللي فوق هتبقى الأي بكام؟ يبقى الأي ب3. أدي الأي تساوي 3. انزل تحت، أول لفة الجي بواحد. هل الجي بواحد هيشتغل؟ أيوه، ليه؟ لأن التلاتة أكبر من الواحد فهتشتغل، أو الجي أصغر من الأي فهيشتغل، فهيطبع 3. طبعا ما تنساش المسافة، لأن أنت طلعت للفور اللي فوق، اعمل مسافة واكتب 3. ارجع تاني لفة، الجي هتبقى ب2. هل الجي ب2 شغالة؟ أيوه، لأن ال2 أصغر من ال3 فهيطبع 3 تاني. ارجع تاني، الجي هتبقى ب3، الجي هتساوي 3. هل ال3 هتشتغل؟ أيوه، لأن في يساوي، فال3 هتساوي ال3 عادي، فهيطبع 3 كمان مرة. هيجي بقى يطلع للفور اللي فوق، هيزود على الأي بواحد، صح؟ هتبقى الأي بكام؟ الأي ب4. هل ال4 دي أصغر من أو تساوي ال3؟ لأ، يبقى خلاص، يبقى الشرط اللي فوق ما اتحققش، يبقى مش هيدخل على الفور اللي تحت، يبقى الكود خلص. تمام؟ يبقى الأوتبوت بتاعي النهائي هو المنظر ده. طيب اللي عمل لخبطة في الكود ده هي السيستم دوت اوت برنتنج. في ناس بتقول ان دي هتدي ايرور، ولا انا ولا انت هنقول. تعال نشوف الكومبايلر هيقول ايه. بص يا باشمهندس، ادي سي اوت، هوريك الفرق ما بين 4 حاجات. انا هعمل دبل كوتيشن، وهعمل سي اوت تانية، ودبل كوتيشن بس ما بينهم مسافة، وهعمل سي اوت تالتة، سنجل كوتيشن مفيش ما بينهم مسافة، وهعمل سي اوت تالتة في بينهم مسافة. بعينك هتجيب ان اكيد دي اللي فيها ايرور. ليه فيها ايرور؟ لان انا كاتب سنجل كوتيشن وما فيهاش مسافه. طيب هي دي اللي كانت موجوده هناك في الكود؟ لا، دي ما كانتش موجوده هناك في الكود. طبعا كده كده دبل كوتيشن ما فيهوش ايرور في الحالتين. دي اللي كانت موجوده في الكود فيها ايرور؟ لا، ليه؟ عشان في مسافه جوه. طيب الناس برضو اللي مش هتصدقني، تعالى نحط الكود كله على الكومبايلر ونشوف هيديني ايه. ده الكود اللي احنا كنا لسه شغالين عليه، الفور والانستد فور، وادي السنجل كوتيشن بالمسافه. خد بالك، بص انا لو شلت المسافه هيديني ايرور على طول، لكن في مسافه. ونعمل رن، ادي 1 2 2 3 3 3 وفي مسافات في النص. بس ده رابع كود. خامس واخر كود معانا هو كود برضو عايز الاوتبوت بتاع الكود. تعالى نشوف الكود من الاول. كاتب لي ان انت ايه بتساوي 0، وبعد كده معرف لي array 2 dimension ومسميها كام. بعد كده قال لي for int وعامل k1 على اساس انها array 1 dimension يعني، ودي هتاخد الفاليوز بتاعتها من الكام. هو اللي هنا اللي عمله انه هيعد او هيلف على الاري اللي فوق، بس هو قلبها ل 1 dimension. ده باختصار اللي عمل جواها instead for int j بصفر، وj تفضل شغاله طول ما الجي دي اقل من الكي 1 دوت لينس. طيب الكي 1 دوت لينس هتبقى 1 2
3 4 5 6 7 8 9. فده اللينس، لان انا قلت لك ان هو قلب الاري دي ل1 دايمنشن عشان يعد عليها. بعد كده كل لفه هيزيد الجي 1. نمسح ده كله ونشوف اللي طلب. بيقول لك ان في كل لفه وانت معدي على الارقام هتشوف لو الكي 1 اندكس الجي هتعدي على عنصر يعني. لو مودولس الاتنين بيساوي 0 باقي اسمته على الاتنين بيساوي 0. يعني ايه باقي اسمته على الاتنين بيساوي 0؟ من الاخر لو العدد زوجي هتعمل ايه؟ مودولس الاتنين بيساوي 0، دي معناها ان لو العدد زوجي. لو الشرط ده صح هتزود على الايه 1. طب لو غلط هتزود على الايه 0. يعني اللي بعد علامة الاستفهام دي لو صح، لو ترو، اللي بعد النقطتين لو فولس. طيب هتحل الكود ده ازاي؟ مفيش ابسط من ان انت تطلع فوق وتعد الاعداد الزوجيه. ال 12 زوجي، ايوه. التلاتة طبعا فردي، 6 زوجي 2، الأربعة زوجي 3، ال 15 لأ، 16 زوجي 4، 77 لأ، 88 أيوة، 89 لأ. طلع إن في 5 أرقام زوجية. هو بيقول لك في الآخر بعد الفور ما يخلص الفور خالص، وخد بالك إن هنا الفور ملهاش تو براكت يبقى بتنفذ اللي تحتيها، ونفس الكلام الفور دي ملهاش تو براكتس فبتنفذ اللي تحتيها. فدي السطر ده كده بره الفور خالص، ملوش علاقة بالفور. بيقول لك بعد ما تخلص خالص اطبع الايه، فهيطبع 5. رحنا على فيجوال ستوديو كتبنا الكود، نعمل رن نشوف ايه اللي هيطلع لنا. فعلا طلع لنا 5. وبس ده كان الكود الخامس، اخر كود معانا. وبس هتلاقي رابط تحميل الاسئلة دي موجود في اول تعليق. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار بخصوص الاسئلة او بخصوص اي حاجة تانية تخص البرمجة، تلاقي رقم الواتس في الPDF وكان ظاهر معانا على الشاشة، وهتلاقيه في الديسكريبشن. وبس اشوفكم على خير، سلام.